السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب تالتة ابتدائي، النهارده رجعنا فيديو جديد، والفيديو بتاعي هيبقى مراجعة التعبير. أهلا وسهلا بكل طلابي في كل أنحاء الجمهورية. النهارده يا سنة تالتة الحصة بتاعتنا مش حصة عادية، ليه يا ميس؟ عشان هنراجع مع بعض التعبير، سواء كتابة نهاية جديدة القصة أو إن إحنا إزاي نكتب قصة مصورة. هنراجع التعبير، يعني الفيديو دوت مهم جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة عندي يا سنة تالتة عشان أكتب قصة مصورة لازم يبقى عندي إيه؟ لازم يبقى عندي صورة وأنا بوصفها بشكل دقيق، صح كده؟ طيب أي قصة بتبقى محتاج فيها إيه؟ محتاج فيها العنوان والبداية والأحداث والنهاية، وطبعا ما تنساش علامات الترقيم يا بطل. يلا بينا. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل مراجعة على القصة المصورة الأول. عشان أكتب أي قصة محتاجة عنوان، البداية، الأحداث، النهاية. نقرأ القصة دي عشان نقدر نحللها مع بعض. بيقول لك إيه بقى؟ نحمي بيئتنا. نحمي إيه؟ بيئتنا. ده العنوان بتاعي، يبقى ده العنوان. البداية الحاجة اللي ببدأ بيها القصة بتاعتي. بيقول لك إيه؟ طلب الطفل من صديقي أن إيه؟ يساعده في إعادة استخدام زجاجة فارغة. زي ما أنت شايف الصورة كده اهوت، في إيه؟ في إزازة مرمية في الأرض وفي اتنين واقفين، فواحد بيطلب من صاحبه إن هما إيه؟ يساعدوا. واحد طلب من صاحبه إن هو يساعده عشان إيه؟ يستخدم الإزازة مرة تانية. جلس الطفلان زي ما أنت شايفينهم كده، قاعدين وعمالين بيلونوا. جلس الطفلان يلونان الزجاجة بألوان جميلة. يبقى دي اسمها إيه؟ دي الحاجة اللي في النص، يبقى دي الإيه؟ دي الأحداث. في النهاية صنع الطفلان الصيصا. الصيصا يعني عارف أنت لما بتجيب النبتة أو الزرعة مش بتبقى محطوطة في حاجة كده من تحت زي الفخارة شوية؟ هي دي القصيص بتاع النبات. يبقى صنع الطفلان قصيصا جميلا وزرعوا فيها ايه؟ نبته صغيره. زي ما احنا شايفين كده يا سنه تالته، يعني انت هتجيب الازازه الفاضيه وتلونها وتحط جواها ايه؟ التربه، ويبقى مكان للتربه. يبقى ده القصيص الجديد. مين اللي عمل الفكره دي؟ طبعا في اول دروس بتاعتنا يا سنه تالته كان اسمه ايه؟ ازرع نبته. يبقى نوت صنع الطفلان قصيصا جميلا وزرعوا فيها نبته صغيره. يبقى انا وصلت هنا لايه؟ للنهايه. دلوقتي هو طالب منك ايه؟ طالب ان انت تحط لي العناصر بتاعت القصه دي هنا. ماشي يا ابطال؟ يلا نفرغها مع بعض. يبقى انا هنا العنوان بتاعي كان اسمه ايه؟ نحمي ايه؟ كان اسمه نحمي بيئتنا. نحمي ايه؟ نحمي البيئه بتاعتنا. نحمي بيئتنا. نحمي بيئتنا. البداية كانت ايه؟ لما طلب ايه؟ صديق من صديقه ان يساعده فين؟ يساعده فين؟ يساعده في استخدام ايه؟ الزجاجة مرة اخرى. هتاخد بقى كل واحدة وتحطها في الحتة بتاعتها. قلنا دي البداية، يبقى هتنزلها كلها هنا. طب الأحداث، جلس الطفلان. جلسوا بقى بيعملوا ايه؟ جلس الطفلان يلونان. بيلونوا ايه يا سنة تالتة؟ بيلونوا الزجاجة. بعد كده ايه اللي حصل في النهاية؟ قلنا ان هما كانوا عملوا ايه في الاخر يا سنة تالتة؟ صنعوا ايه؟ الصيصا. صنعوا الصيصا. بنقول ايه في النهاية؟ صنع الطفلان الصيصا لإيه؟ زرعوا صيصا جديدا ووضعوا فيه إيه؟ وزرعوه. ولا دول مثنى ولا جمع؟ دول مثنى. بيقول إيه؟ وزرع النبتة فيه أو وضع النبتة فيه. عشان دول مثنى أقول وضع، ما أقولش وضعوا عشان ده مثنى. نشوف السؤال اللي بعده.
دلوقتي بقى انت اللي هتكتب القصه لوحدك يا بطل. بيقول لك ايه؟ تامل الصور واكتب قصه جميله. مديك نملايه ماشيه كده في حالها ولا بتدور على اكل؟ عرفت منين انها بتدور على اكل؟ ما هو الصوره اللي بعديها في برتقال اهو، يبقى هي كانت بتدور على اكل. اخدت بالك؟ يبقى انت دلوقتي هتقدر تكتب قصه. وفي الاخر هي عماله تزق فيها، في الصوره اللي بعديها لقيت ان في معاها نمل تاني، يبقى انت اكيد عرفت ان هي مش قادره تزق الاكل لوحدها، فراحت نادت على ناس تساعدها او صحابها يساعدوها. يبقى دلوقتي العنوان بتاعي تفتكر هيبقى ايه؟ اتكلم عن النمل، صح؟ هتكلم عن النمل. الصورة دي بتقول ايه بقى؟ بحثت او كانت تبحث النملة عن طعام. كانت النملة بتدور على الطعام. بعد كده ايه؟ وجدت في الصورة اللي بعديها بقى وده الحدث. وجدت النملة الطعام وكان ثقيلا. وكان ايه؟ ثقيلا. مين ده اللي كان تقيل؟ الطعام، صح؟ وكان ايه؟ ثقيلا ولم تستطع ايه؟ حمله. وكان ثقيلا عليها. في الصورة بقى الأخيرة عن ايه؟ نادت على أصحابها ليساعدوها. عشان يساعدوها في ايه؟ ليساعدوها في حمل الطعام. طب حد عايز يقول لي انها وجدت البرتقاله؟ مفيش مشكله، المهم ان انت كتبت الموضوع من اوله لاخره ووصفت فيه اللي انت شايفه قدامك بالظبط. نيجي يا سنه ثالثه نشوف القواعد الاساسيه اللي لازم نمشي عليها، وقول لي انت عملت فيها ايه. اول حاجه ان انت تختار ايه؟ اول حاجه اختيار عنوان مناسب وجذاب. لازم العنوان بتاعك يبقى جميل ويجذب اللي هيقرا القصه. رقم 2 وصف الصور بشكل دقيق، ان انت بتوصفها بشكل دقيق. رقم 3 الاملاء الصحيح، لازم الاملاء بتاعتك تبقى صحيحه. رابع حاجه الكتابه بخط جميل وواضح. شايف جميل وواضح دي يا سنه ثالثه؟ عشان بلاقي خطوط زي الفل. طبعا مش طلابي حبايبي، لا 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 لا، دي ناس من دفعات تانية، رابعة وخمسة، مش انتوا. طيب هنا زي ما احنا متعودين في كتاب المدرسة، أول ما بتكتب حاجة تيجي تقيم نفسك وتشوف هل انت حققتها من أول مرة ولا من المرة التانية، ولا محتاج ان انت تحاول مرة تانية. اوعى تروح في أي حتة لأن احنا لسه مكملين الفيديو بتاعنا. مكملين في الفيديو بتاعنا يا سنة تالتة، وهنعمل مع بعض دلوقتي مراجعة على ايه؟ كتابة نهاية جديدة. يعني هو ممكن يبقى مديني القصة من أولها لآخرها كاملة وأنت تغير النهاية بس، أو زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي هو طالب منك إيه؟ تأمل الصور واكتب قصة جميلة. يبقى أنت في الأول هتعمل القصة لوحدك، بعد كده هتكتب ليها نهاية جديدة. يبقى أنت هتعمل القصة من أولها لآخرها وبعد كده ترجع تكتب لي نهاية مختلفة. مستعدين؟ جاهزين؟ مش سامعة؟ يلا بينا. بيقول لك ايه بقى يا حبيبي الميس؟ شوف الصور الاول عشان تعرف تحط القصه كويس. هنا انت شايف ان في واحد زعلان، صح كده؟ في واحد كده زعلان اهو قاعد لوحده، وفي صحاب كده او ناس بتلعب في الكوره ولا بالكوره يا مفتريين؟ بتلعب بالكوره. طيب في واحد بقى من اللي بيلعب في الكوره في بردك بيلعب بي مش في واحد من اللي بيلعبوا بالكوره جه وقال له مثلا احنا بنفترض انت ليه قاعد لوحدك؟ تمام. بعد كده هنشوف ان في الصوره اللي بعديها كلهم بيلعبوا مع بعض. في الصوره الاخيره لو انت اخدت بالك ان الولد بقى اللي كان قاعد زعلان في الاول خالص بيعمل لهم ايه؟ باي باي، وهم كمان بيعملوا له ايه؟ باي باي، بيودعوا بعض، يعني لعبوا واتبسطوا وكل واحد ايه؟ خلاص مروح. ولا هو اللي مروح؟ هو
اللي مروح. يبقى دلوقتي احنا هنشوف مع بعض الفكرة بتاعتنا وممكن نغير فيها نهاية تانية في الآخر. يلا بينا يا سنة تالتة. يبقى هنا هو ايه؟ جلس. الخط واضح عندكم ولا خلوني اغير لكم اللون؟ يلا اغير لكم اللون. جلس احمد حزينا خليها بقى يجلس بينما يلعب أصحابه. بينما يلعب أصحابه إيه؟ الكرة. هو قاعد زعلان وإيه؟ وأصحابه عمالين يلعبوا بالكرة. صح كده؟ وأصحابه بيلعبوا بالكرة. يبقى دي أول صورة عندي. بعد كده إيه اللي حصل؟ ذهب محمد لأحمد ليعرف ما به. عايز بقى يروح يشوف محمد ليه أحمد قاعد لوحده. تمام؟ يبقى ذهب محمد لأحمد ليعرف ما به. طب احنا عايزين نقولها بطريقة تانية. ذهب محمد لأحمد وأخبره أن يأتي ليلعب معه. ماشي؟ نشوف المثال اللي بعده أو الصورة اللي بعده. بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ أهوت كلهم لعبوا مع بعض. هنقول إيه؟ قسم الأصدقاء أنفسهم. قسموا نفسهم لفريق، يعني لفريقين. قسم الأصدقاء أنفسهم لفريقين. ليه؟ ليلعب معا. يبقى تحط لي فاصلة منقوطة. ليلعبوا معا عشان كلهم يلعبوا مع بعض. تمام؟ بعد كده هوت ايه؟ ففرح. دي النهاية بقى. ففرح ايه؟ أحمد كثيرا. فرح أحمد كثيرا وودع ايه؟ أصدقائه. يبقى ففرح أحمد كثيرا. حط فاصلة بقى ونقول ايه؟ وودع أصدقائه. وودع ايه؟ أصحابه أو أصدقائه. زي ما احنا شايفين بيعملوا باي باي لبعض. طيب دي القصة اللي احنا كتبناها. طب احنا لو عايزين نعمل تغيير في النهاية بتاعة القصة، احنا ممكن نقول ايه؟ إن أحمد كان قاعد زعلان عشان مثلا مش عارف يلعب الكورة. تمام؟ وهم حاولوا إن هو يخلوه إزاي يعرف يلعبها، لكن هو معرفش. دي فكرة ولا لأ؟ يبقى احنا غيرنا في النهاية بتاعتنا. يبقى إن هو كان قاعد زعلان لوحده عشان مش عارف يلعب الكورة. فزميلنا أحمد جه وقال له تمام مالك قاعد زعلان ليه؟ فهيعرف ان هو ايه؟ قاعد زعلان عشان مش عارف يلعب الكوره. فبيعلموه ان هو ازاي يلعب الكوره، لكن هو بردك ايه؟ ما كانش عارف يلعب الكوره، فاضطر ان هو يودع زمايله ايه؟ ويمشي. دي فكره. طب احنا ممكن نقول ان هو ما كانش عارف يلعب الكوره وخاف ان اصحابه يسخروا منه او يتنمروا عليه، فعشان كده كان قاعد لوحده ورفض ان هو يلعب معاهم. احنا بنقول ان احنا هنكتب نهايه مختلفه عن النهايه اللي احنا كتبناها. يبقى تاني يا سنه ثالثه، لما اكتب نهايه مختلفه لازم اراعي الفكره الاساسيه كانت بتتكلم على ايه. يعني مش هروح اكتب حدوته مختلفه نهائي عن اللي هو جايبها، لا، انا بكتب حاجات معينه بس بغير النهايه بتاعتي. يبقى احنا هنا هوت هنخلي ان ايه؟ ان احمد كان قاعد زعلان لوحده، وان احمد راح يعرف ايه سبب ان هو زعلان. مثلا ان هو زعلان عشان مش عارف يلعب الكوره، فهو خايف ان هو ايه؟ يلعب، وان هم يضحكوا عليه ويسخروا منه، فقرر ان هو يفضل ايه؟ قاعد يشوفهم وما يلعبش معاهم ويمشي. او ان هو كان خايف. احنا ما قلناش كان ماله. لو احنا خدت بالك فوق احنا ما كتبناش ايه السبب اللي مخليه قاعد لوحده. احنا قلنا ايه؟ ذهب محمد لاحمد ليعرف ما به، لكن ما عرفش ايه اللي فيه. تمام؟ وبعد كده لقيناهم ان هم ايه؟
لعبوا مع بعض. يبقى انت بقى تقول لي ايه؟ ان هو كان مش عارف يلعب وهم عرفوه ازاي يلعب، ففي الاخر ودعهم وهو فرحان ان هو عرف ايه؟ يلعب. يبقى دي نهايه مختلفه. طيب ما تنساش اهم حاجه عشان تعمل اي قصه لازم يبقى عندك العنوان، لازم يبقى عندك البدايه، لازم يبقى عندك الاحداث والنهايه. دي اما بخليها زي ما هي لو قال لك كتابه قصه مصوره، او لو طلب منك كتابه نهايه جديده ان انا لازم اغير النهايه بتاعتي وفق الموضوع مش بره الموضوع، وفق القصه وفق القصه وفق القصه اللي هو جايبها. طيب اهم حاجه بنأكد عليها في اي موضوع تعبير يا سنه ثالثه، لازم تعمل ايه؟ كتابه نهايه واضحه ومبتكره فيها فكره مختلفه عن اللي هو جايبها. لازم تبقى مناسبه للاحداث بتاعه القصه، لازم تبقى مناسبه للاحداث بتاعه القصه. ده مش كده وبس، بستخدم جمل بسيطه يعني اللي يقراها يفهمها. عندي املا صحيحه، لازم يبقى فيها املا صحيحه. واخر حاجه لازم يبقى خطي جميل وواضح. وزي ما احنا متعودين في اي موضوع تعبير لازم اعمل تقييم لنفسي زي كتاب المدرسه. هل انت حاولت من اول مره وجبتها، ولا انت محتاج تحاول مره تانية؟ وهل حققت الهدف، ولا بقى فيه تقدم، ولا ما بقاش فيه تقدم؟ والى هنا ايها الاحباب بتنتهي حصه النهارده، وما تنساش انها كانت حصه مهمه لانها كانت مراجعه على التعبير. ازاي تكتب التعبير او ازاي تكتب القصه المصوره، ان انت بتشوف المنظر اللي قدامك او الصوره اللي جايبها بتوصفها وصف دقيق. ولو طلب منك نهايه مختلفه ان انت بتغير النهايه اللي هو جايبها لنهايه مفرحه او لنهايه حزينه، بتغير النهايه بتاعتك. والى هنا ايها الاحباب بتنتهي حصه النهارده، واشوفكم في حصه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.